ويلا نبدأ شرحنا النهاردة. عندنا في البداية كده يا ولاد، الجزئية دي بتتكلم عن الأعضاء الحسية للحيوانات الليلية. عندنا هنا سؤالين كده، تعالوا نحلهم مع بعض. نبدأ بأحمد. يستطيع الإنسان الرؤية بوضوح يا أحمد في غرفة مظلمة؟ لو غرفة ضلمة الإنسان يقدر يرى بوضوح؟ لا. لا، يبقى غلط. غلط. برافو عليك يا أحمد. يلا يا حفصة، رقم 2. غلط. الدولفين من الحيوانات التي تستطيع تحديد الموقع بصدى الصوت، صح ولا لا؟ الدولفين الحيوانات يا سجا، يا التي حفصة أقصد. يا تستطيع ولاد لو حد فتح المايك يقفله تحديد عشان سمع صوت. الصوت. يا صح. حفصة. نعم يا مس. يلا يا حفصة، الدولفين من الحيوانات التي تستطيع تحديد الموقع بصدى الصوت. صح. صح، برافو عليكي. طيب تعالوا بقى كده نشرح. بيقول لي ايه؟ الحيوانات الليلية. ما صح. الحيوانات الليلية؟ بيقول لي هي صح. الحيوانات التي تنشط ليلا. اسمها حيوانات ليلية، من اسمها يبقى بتنشط بالليل. ومن أمثلتها مين اللي بينشط بالليل يا ولاد؟ البومة البومة والخفاش. والخفافيش. يبقى أمثلة على الحيوانات التي تنشط ليلا، هنقول له البومة والخفاش. الخفاش. أسباب نشاط بعض الحيوانات ليلا، إيه اللي يخلي الحيوانات دي أصلا ما بتحبش تطلع بالنهار وبتطلع بالليل بس؟ بيقول لي أول حاجة تجنب الحر نهارا في المناطق شديدة الحرارة. الجو حر قوي، فالبومة والخفاش دول مش بيرضوا يطلعوا في الحر، فبيقعدوا بالنهار بيستخبوا وبيخرجوا بالليل بس. تاني حاجة توافر طعام بعض الحيوانات ليلا فقط. في حيوانات مش بتعرف تلاقي الأكل أو الطعام بتاعها بالنهار، الأكل بتاعها بيبقى موجود بالليل بس، عشان كده بتنشط ليلا. تالت حاجة يا ياسين، الاستفادة من الظلام الدامس لمهاجمة الفرائس. يعني ايه؟ البومة او الخفاش لما يجوا يهجموا على الفريسة بتاعتهم، لما يكون الجو ضلمة قوي، فهيعرفوا يهجموا كويس على الفريسة. ليه؟ لان الفريسة مش هتبقى قادرة تشوفهم. الجو ضلمة، فالفريسة مش هتشوف لا البومة مثلا ولا الخفاش، فهيقدروا ياكلوها. تمام. يبقى لما يجي يسألني ايه سبب ان الحيوانات بتنشط ليلا، ايه اللي بيخليها بتنشط بالليل اكتر، هنقول له اول حاجة تجنب الحر نهارا في المناطق الايه شديدة الحرارة. تمام. رقم اتنين يا زياد، توافر طعام بعض الحيوانات ليلا. الحيوانات بتنشط بالليل عشان الأكل بتاعها بيبقى موجود بالليل بس. ايه تاني يا مريم؟ بيقول لي الاستفادة من الظلام الدامس لمهاجمة الفرائس. بيستفيدوا من الضلمة الشديدة دي عشان يهجموا على الفريسة بتاعتهم. تمام يا ولاد، في حاجة صعبة لحد كده؟ حد مش فاهم أي حاجة نعيدها؟ لا. لا. تمام. عندي سؤال بيقول لي علل. تتمكن الحيوانات الليلية من الصيد دون الحاجة إلى الضوء. يعني إيه؟ أنا دلوقتي يا ولاد، أنا في البيت أو أنتوا، لما أحب أعمل حاجة أو أقوم أشرب أو أقوم أعمل أي حاجة، مش لازم يبقى فيه نور عشان أقدر أتحرك، صح ولا لأ؟ صح. لما صح. بيكون الجو ضلمة او النور قاطع، احنا بنفضل قاعدين مكاننا مش عارفين نتعامل علشان احنا مش شايفين حاجة. طب يا مس، ازاي بقى الحيوانات الليلية زي البومة والخفاش دول بيقدروا يهجموا على الفريسة بتاعتهم يا سجا والجو بيبقى ضلمة جدا؟ ازاي؟ بيقول لي ان هو بسبب التكيفات الحسية الفائقة. عندها تكيفات حسية ربنا خالقها فيها كده، بتساعدها ان هي تعرف تتنقل في الظلام عادي. يبقى ايه السبب؟ بسبب التكيفات الحسية. بسبب ايه؟ تكيفات التكيفات حسية الحسية. فائقة. فائقة يعني قوية جدا، تكيفات قوية جدا ربنا خالقها فيها، بتساعدها بالتنقل في الظلام بأمان. بتتنقل في الظلام بكل أمان، والبحث عن مصادر الطعام، تقدر تتحرك في الضلمة
وتبحث عن الأكل بتاعها عادي جدا في الضلمة. ليه؟ ربنا خلقها كده، ربنا خلق لها حاجة اسمها تكيفات حسية فائقة. طيب عايزين ناخد بقى أمثلة زي ما قلنا على الحيوانات الليلية. زي ايه؟ بيقولي من أمثلة الحيوانات التي تمتلك تكيفات حسية فائقة، تكيفات حسية قوية جدا. رقم واحد قلنا مين؟ الخفاش أو الخفافيش، خفافيش جمع خفاش. مالها بقى الخفافيش دي يا مصطفى؟ بيقولي لا ترى الخفافيش بشكل جيد في الظلام. الخفافيش اصلا مش بتعرف تشوف كويس في الضلمه. يا مس وبعدين انت هتحيرينا معاكي ليه؟ ازاي بتقولي مش بتعرف تشوف في الضلمه كويس، وازاي في نفس الوقت بتقولي ان هي بتصطاد في الضلمه؟ هقول لكم هي مش بتعرف تشوف كويس، لكن بتعتمد على ايه؟ تحديد الموقع بصدى موقع بصدى الصوت. الصوت. يبقى هي عينيها مش قوية قوي، لكن بتستعمل ايه بقى؟ صدى الصوت. بتحدد الموقع بتاع الفريسة بتاعتها بصدى الصوت. طيب ازاي بقى؟ بيقولي بص، شبه الدولفين بالظبط، نفس اللي كنا بنقوله في الدولفين هنقوله في الخفاش. بيقولي تصدر الخفافيش أصواتا على شكل موجات ايه؟ على شكل موجات صوتية. اهو بصوا على الرسمة اللي قدامي دي كده يا ولاد، بص يا احمد، ده خفاش اهو، خرج صوت، الصوت ده خرج في صورة موجات ايه يا ولاد؟ موجات صوتية، صح ولا لا؟ صح صح. تمام. فضلت تمشي الموجات دي ماشية 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 لحد ما اتخبطت في مين؟ اتصدمت الفراشة. بمين؟ بالفريسة. تمام. ايا كانت الفريسة دي بقى، فراشة، ايا كان ايه إيه النوع، هي اتصدمت بالفريسة، سواء بقى بعوضة، فراشة، اي حاجة. اتصدمت بالفريسة، فايه اللي هيحصل لها لما تخبط في الفريسة؟ صدى الصوت لما يخبط في الفريسة هيرجع تاني. هيرجع تاني لمين؟ قولوا معايا. الخفاش. هيرجع للخفاش. برافو يا احمد، ركزوا كلكم. هيرجع للخفاش. فلما صدى الصوت ده يرجع للخفاش يا ولاد، الخفاش يقدر يحدد مكانها فين يصطدم. بالظبط. يقدر يحدد مكان الفريسة بالظبط. نفس الكلام اللي كنا بنقوله في الدولفين، قلنا الدولفين بيخرج أصوات بتمشي تصطدم في السمكة اللي هو عايز يصطادها، تروح راجعه له تاني، يقدر يحدد مكان السمكة فين. يبقى عرفت الخفاش ازاي بيحدد الموقع بالصدى ولا عيد تاني؟ لا عارف. لا عارف. كلكم فاهمين اكيد؟ اه أكيد. تمام يا ولاد. طيب بيقولي كيف تصطاد الخفافيش البعوض ليلى؟ الخفاش بالمناسبة بيحب البعوض قوي، بيحب يتغذى او يصطاد البعوض. ازاي بيصطادوا بالليل؟ نفس الكلام، هنقول له باستخدام تحديد الموقع بالايه؟ بالصوت. بالصدى. تحديد الموقع بالصدى، عن طريق صدى الصوت. بيقول لي حيث تصدر الخفافيش أصواتا ترتد إليها مرة أخرى. يعني بترجع تاني للخفاش مرة تانية عند اصطدامها أو عندما تتخبط بمين؟ بالبعوض. مما يساعدها على تحديد مكان مين يا ولاد؟ على تحديد مكان مين يا سجا؟ الفريسة. على تحديد البعيد. مكان البعيد. البعوض وهو. الفريسة. ايا كان بقى، هو هنا في السؤال قايل لي البعوض، فاحنا هنقول البعوض. لو ما كانش قايل لي اسم هنقول له الفريسة بقى عموما. تمام. في حاجة صعبة يا ولاد؟ مش عايزة حد قاعد مش فاهم. مفهوم؟ اه ايوه. تمام. اه. ننقل على اللي بعده. يلا بيقول لي ملحوظة. شايفين نفس اللي احنا كنا بنقوله اهو. زياد انت عايز تسأل على حاجة ولا كنت رافع ايدك من الأول؟ انا كنت رافعة ايدي الاول. تمام يا دكتور زياد. طيب عندي ملحوظة هنا مهمة، بيقول لي ايه؟ يشترك الدولفين مع الخفاش في طريقة تحديد موقع مين؟ الفريسة. الاتنين بيحددوا موقع الفريسة بإيه يا ولاد؟ الخفاش والدولفين بيحددوا موقع بالصدى. الفريسة صدى. بالصدى. برافو. الصدى. صدى. يبقى تحديد الموقع بصدى الصوت. الذي بيعتمد على حاسة ايه طبعا؟ طالما صدى صوت يبقى سمع. هيعتمد على حاسة ايه؟ السمع. تمام سمع. يا ولاد.
تمام كده عرفنا الخفاش. رقم 2 بقى يا سجا هو البومة أو البوم. تعالوا نعرف البومة يا زياد مالها. بيقول لي يستطيع البوم تحديد موقع فرائسه، بيقدر يحدد موقع الفريسة بتاعته في الظلام. طيب هو احنا قلنا الخفاش كان بيستعمل ايه؟ بيستعمل حاسة السمع اللي هو عن طريق صدى صوت. الصوت. طب يا ترى البومة زي الخفاش برضو عن طريق السمع؟ بيقول لي اه عن طريق السمع، بس عن طريق حاجة تاني غير السمع برضو. عن طريق مين؟ البصر. يبقى البصر. البومة بتستعمل حستين، هي مين؟ السمع والايه؟ والبصر. دول حستين قويتين جدا جدا جدا. يبقى البومة بتستعمل ايه؟ البومة بتستعمل ايه يا مريم؟ السمع والبصر. السمع السمع والبصر. والبصر. ركز. البصر. تعالوا بقى نعرف بالتفصيل شوية بتستعملهم ازاي. بيقول لي اول حاجة ليها اعين كبيرة. شايفين عين البومة بتبقى كبيرة ازاي ومدورة؟ عينيها اه. شكلها كبير قوي. طيب العينيها الكبيرة دي تساعد على تحديد الحركات الضئيلة والبعيدة. يعني لو حركة ضئيلة، ضئيلة يعني خفيفة قوي، حركة خفيفة قوي قوي وبعيدة خالص، ممكن البومة تقدر تحددها. ليه؟ لأن عينيها مالها كبيرة، ليها أعين كبيرة. تمام. يبقى لما اجي اقول لك يا احمد ايه فايدة الاعين الكبيرة في البومة، ترد عليا وتقول لي ايه؟ تحديد ايه؟ لا. تحديد حركات حركات الضوء الضئيلة والايه؟ والبعيدة. والبعيدة. تمام. تاني حاجة يا ياسين بيقول لي وجها يشبه الوعاء. شايفين يا ولاد وشها مدور ازاي؟ شبه الوعاء او الاناء، شبه الطبق كده. طيب وريشا في الرأس، وراسها فيها ريش. طب يعني يا مس يعني ايه الوجه بتاعها شبه الوعاء وفيها ريش؟ يعني احنا استفدنا ايه او البومة استفادت ايه؟ هقول لكم. بيساعد على توجيه الأصوات البعيدة إلى الأذنين مباشرة. بيساعد إن الصوت البعيد يتوجه او يتنقل ناحية الودان بتاعتها على طول. تمام. يبقى الوجه اللي شبه الوعاء ده، وشها المدور ده، بيساعد على ايه؟ ان الاصوات البعيدة تتوجه وتيجي ناحية ودانها بالظبط. تمام. بعد كده طب لما يجي ناحية ودانها بالظبط ده هيمكنها من ايه؟ هيمكنها من سماع الفرائس بدقة. يا حفصة هتعرف تسمع الفرائس بتاعتها كويس قوي قوي. طيب ايه تاني يا مصطفى؟ بيقول لي ده حتى لو اختبأت بين العشب او تحت الجليد، يعني حتى لو مستخبية الفريسة دي، لو مستخبية بين العشب او تحت الجليد تحت التلج برضه هتقدر تحدد مكانها. تمام. وفي حاجة تاني بقى يا ولاد. الراس بتاعتها مش بتبص يمين وشمال بس. يعني راسها مش بتبص يمين وشمال بس، لا، ده راسها دي بتلف في كل الاتجاهات. تقدر تلف في كل الاتجاهات راس البومة. طيب ده بيساعدها في ايه؟ يساعدها في البحث عن الفرائس في كل الاتجاهات. يعني تبص في كل الاتجاهات حواليها عشان تبحث على ايه؟ على الفريسة بتاعتها. تمام يا ولاد؟ تمام. فاهمين؟ في حاجة تمام. صعبة؟ لا. لا. يبقى ايه هي لا. صفات البومة؟ رقم 1 يا حفصة انت وياسين. بيقول لي اعين كبيرة، وقلنا الاعين الكبيرة بتعمل ايه؟ تساعدها على على تحديد الحركات الخفيفة والبعيدة. يا حفصة انت وياسين. ايه تاني يا زياد انت وسجا؟ بيقول لي وجه يشبه الوعاء، وشها شبه الوعاء او شبه الطبق، وريشا في الرأس، وعندها ريش في الرأس يا زياد انت وسجا. طب ليه بيساعدها على ايه؟ يساعد على توجيه الأصوات البعيدة إلى أذنيها، بيخلي الصوت يجي لودانها مباشرة. طب لما الصوت يجي لودانها مباشرة ده هيفيدها في ايه يا مريم؟ بيقول لي يمكنها من سماع الفرائس بدقة.
هيخليها تسمع صوت فريستها كويس قوي، حتى لو اختبأت بين ايه، بين العشب او تحت الجليد، تحت التلج. طيب في حاجة تانية يا مصطفى انت واحمد؟ في رأسا يلف في جميع الاتجاهات، الراس بتاعتها بتلف في كل الاتجاهات. طب ده بيساعدها في ايه يا مصطفى انت واحمد؟ يساعد على البحث عن مين؟ البحث عن الفريسة بتاعتها وعن فرائسها في كل الايه، في كل الاتجاهات. اظن البومة كده الصفات بتاعتها سهلة قوي، صح؟ وده سؤال اهو احنا لسه مجاوبينه برضو. بيقول لي كيف يساعد راس البومة الذي يشبه الوعاء في سماع ما لا تستطيع رؤيته؟ يعني احنا قلنا البومة بتشوف كويس قوي قوي قوي. طب لو في حاجة بقى بقت صعبة عليها مش عارفة تشوفها، ازاي وشها اللي شبه الوعاء ده بيساعدها ان هي تسمع الصوت؟ بيقولي طبعا زي ما قلت لكم، يساعد على توجيه الأصوات البعيدة إلى أذن مين؟ إلى أذن البومة مباشرة. تمام يا ولاد؟ تعالوا نحل كده، اختبر نفسك تمام. ده ونشوف. يلا يا نبدأ أنا بيه. إيمان. نبدأ من أنا الأول إيمان. بقى. إيه؟ أنت بدأت من الصف الأول. هو احنا وقفنا لحد مين المرة اللي فاتت؟ آخر حفص. سؤال، آخر سؤال حفصة اللي جاوبته. اه. أكيد. أكيد. تمام. طب يلا يا ياسين، السؤال الأول. يلا يا ياسين اقرا. اختبر تعتبر من نقط من الحيوانات الليلية مين؟ البومة. البومة، برافو عليك يا ياسين. يلا يا زياد، يا دكتور زياد رقم 2. ايه ده؟ ثواني سمع. ثواني. يبقى رقم 1 قلنا البومة تتجنب الخفافيش الاصطدام بالأشجار ليلا باستخدام حاسة ايه يا زياد؟ اه يا زياد، باستخدام حاسة ايه قلت؟ سمع. السمع، برافو عليك يا زياد. يلا يا دكتورة سجا، حدد يا سجا، حدد حدد أي حدد العبارات التالية بينطبق على مين؟ العبارات البومة التالية. ولا الخفاش ولا الاتنين مع بعض؟ البومة والخفاش يعني ايه؟ تعالي نشوف. اقري رقم 1 كده، البصر الايه؟ البصر الحاد. البصر الحاد يعني البصر القوي قوي، العين كويسة قوي بتشوف كويس. ده مين؟ البومة ولا الخفاش ولا الاتنين؟ البومة. البومة، برافو عليك. البومة. قلنا ان البومة بتشوف كويس، انما الخفاش نظره مش احسن حاجة. برافو عليكي يا سجا. يلا يا مريم رقم 2، السمع. السمع قوي. الخفاش. السمع القوي، ركزي. الخفاش بس؟ طب البومة؟ لا، على كل الاثنين. الاتنين. يبقى نختار ايه؟ كلها. كليهما معا، يعني الاتنين مع بعض. تمام. ماشي تمام. تمام. طيب رقم 3، مين اللي عليه الدور بعد مريم؟ مصطفى. يلا يا مصطفى رقم 3، تحديد. اقرا. تحديد موقع الموقع بالصدى. تحديد الموقع بالصدى مين؟ الخفاش والبوم. تحديد الموقع بالصدى هو مين؟ الخفاش. أنا عارفة. أنا ها؟ عارفة. الخ... أنا عارفة. الخفاش، برافو عليك. تحديد الموقع بالصدى الخفاش فقط. يلا رقم 4 يا مين يا أحمد؟ رقم 4. رأس يلف في جميع الاتجاهات. البومة فقط. يا رأس يلف في جميع الاتجاهات البومة فقط، برافو عليك يا أحمد، البومة فقط. رقم 5 يا بعد أحمد مين؟ حفصة. رقم 5.
النشاط الليلي. النشاط الليلي، مين بينشط ليلا؟ بومة فقط، الخفاش. خفاش فقط، كليهما. ركزي. بينشط ليلا بيبقوا كلا- موجودين بالليل، يبقى مين يا حفصة؟ كليهما معا. برافو، لان احنا قلنا الخفاش والبومة الاتنين من الحيوانات الليلية. برافو عليكي يا حفصة. يلا يا ياسين، رقم 6. التكيفات. يا ياسين. اه بس. التكيفات الحسية الفائقة عند مين؟ مين؟ بومة فقط ولا خفاش فقط ولا الاتنين عندهم تكيفات حسية؟ البومة. طب والخفاش ما عندوش تكيفات حسية فائقة؟ أيوة فيه. طيب يبقى مين؟ يبقى الاتنين ولا لأ؟ الاتنين. يبقى الاتنين. الاتنين، برافو، يبقى التكيفات الحسية الفائقة عند الاتنين. تمام يا ياسين. طيب. علي الرقم 1 بعد ياسين، مين؟ زياد. يلا يا زياد. نشاط علل. بعد اه، نشاط فاكر. بعد الحدث. ايوه، قلنا ليه بقى؟ عشان بتدور على ايه؟ بتدور على الأكل، على أكله. مهاجمة الفرائس ليلا، صح. صح. وفي برضو حيوانات توافر الطعام ايه؟ ليلا. توفر ليلا. طيب، وعشان تهرب من الايه، لتجنب الايه، الحرارة الايه، الحرارة، الحرارة. الحرارة نهارا. يبقى علشان حرارة. تتجنب، يبقى ليه نشاط بعض الحيوانات ليلا. رقم 1 تجنب الحرارة الشديدة. ورقم 2 ايه؟ توافر الطعام ليلا ومهاجمة الفريسة ليلا. خلاص كده. خلاص. تعرف تقولهم لي تاني طيب؟ مهاجمة الفرائس، فرائس، ايوه. و و والط- و و و- توافر ولا تستطيع الايه؟ توفر الطعام، أو برافو ولا عليك. تستطيع ولا وايه؟ تستطيع والحرارة، لتجنب الحرارة الشديدة او لتجنب الحرارة نهارا. برافو عليك يا دكتور زياد. يلا يا سجا. علل رقم 2 يا سجا. قدرة. لا. اه. رقم 2 قدرة الحيوانات الليلية على الايه، على الصيد والتنقل في الظلام. قلنا بسبب ايه؟ التكيفات الايه؟ بسبب الحرارة الشديدة. لا، بيقولك ازاي بتقدر تقبض على الفريسة بتاعتها بالليل. بسبب ان ربنا خلق لها ايه؟ لو بصيتي فوق السؤال هتلاقيها اصلا. تكيفات حسية. برافو عليكي، يبقى بسبب التكيفات الحسية الايه، الفائقة. نسيتوا كلمة الفائقة، اكتبوا القوية. بسبب التكيفات الحسية القوية. تمام يا سجا. تمام. في حاجة صعبة يا ولاد او في سؤال اعيده تاني؟ لا. تمام. طب تعالوا ناخد جزئية صغيرة هنا قبل ما نخلص الحصة بتاعتنا. ناخد جزئية صغيرة كده قبل ما نقفل. تمام. يلا بينا. تمام. بيقول لي ايه؟ عندي هنا سؤالين اجابتهم موجودة في الشرح، تعالوا نقراهم كده. بيقول لي يمكن معرفة بعض انواع الطعام دون رؤيته عن طريق حاسة الشم. صح. يبقى ان احنا نقدر، انتوا دلوقتي لو قدامكم اكل ومغمضين عينيكم، هو انتوا لو دقتوا الاكل ده او شمتوه قصدي، ممكن تحددوا ايه هو الاكل ولا لا من ريحته؟ صح. صح.
برافو صح. عليكم، تقدروا. فالإجابة هنا هتبقى صح. يمكن معرفة بعض أنواع الطعام من غير ما نشوفه عن طريق الشم. طيب رقم 2 يا ولاد بيقول لي، هو احنا اتفقنا مين اللي بيترجم المعلومات أو بيفهم المعلومات اللي وصلت المخ. لنا؟ المخ. المخ. برافو عليكم. المخ. المعلومة دي برضو المخ. احنا واخدينها. برافو عليكم كلكم، برافو. المخ هو صح. العضو المسؤول عن معالجة المعلومات المجمعة بواسطة أعضاء الحس. صح ولا غلط؟ صح. صح. برافو عليكم يا ولاد، صح صح. ما شاء الله عليكم كلكم. طيب تعالوا بقى ناخد مكونات مين؟ مكونات الجهاز العصبي، اللي هو أهم عضو في الجهاز العصبي. مين بقى اللي بيترجم لنا المعلومات؟ قلنا المخ. يبقى المخ تبع المخ. الجهاز العصبي. طيب تعالوا نشوف مكونات الجهاز العصبي بقى. نعم، حد بيقول يا مس؟ طب خلاص يلا نكمل. مكونات الجهاز العصبي رقم واحد وأهم واحد عندنا هو مين؟ المخ. مين يا ولاد مركز التحكم الرئيسي في الجسم؟ هو مين؟ المخ. هو المخ. مركز التحكم الرئيسي في الجسم يا أحمد هو المخ. المخ. طيب وظيفة المخ إيه يا ولاد؟ بيقول لي المخ. استقبال المعلومات. هو اللي بيستقبل المعلومات، وهو اللي بيعالج المعلومات دي ويفسرها. معالجة المعلومات يعني فهمها وترتيبها وتنظيمها. يبقى هو اللي بيستقبل المعلومات، وهو اللي بيعالج المعلومات ويفسرها، وهو برضو اللي بيقول لنا نعمل ايه. يعني احنا بعد ما ترجمنا المعلومة هو اللي هيقول لنا نمشي يمين نمشي شمال نجري نقف. يبقى هو اللي بإصدار رد الفعل المناسب، هو اللي بيبعت لنا رد الفعل المناسب عن الحاجة. تمام. يبقى فايدة المخ 3 حاجات مهمين. أول حاجة يا حفصة قلنا استقبال المعلومات. تاني حاجة يا ياسين معالجة المعلومات وتفسيرها. تالت حاجة يا زياد هو اللي بيقول لنا ازاي رد الفعل بتاعنا يبقى إصدار رد الفعل المناسب. تمام يا ولاد؟ يلا نشوف رقم 2 وهو الحبل الشوكي. ماله الحبل الشوكي ده بقى؟ بيقول لي الحبل الشوكي ده يا ولاد هو مجموعة من الأعصاب. مجموعة من الإيه؟ الأعصاب. مجموعة أعصاب. أعصاب. مجموعة أعصاب متصلة أعصاب. بالمخ. أعصاب ماشي، مجموعة أعصاب متوصلة بمين الأعصاب دي؟ بالمخ. متوصلة بالمخ. بالمخ. طيب بتمشي فين؟ عارفين العمود الفقري اه. اللي في ظهرنا من ورا؟ هي بقى اه. بتمشي جوه العمود الفقري ده. يبقى الحبل الشوكي مجموعة من الأعصاب تتصل بمين من فوق؟ متصلة بمين؟ لحاجة غلط. متصلة بمين؟ بالمخ. 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 برافو. طب بتمشي جوه ايه؟ ده العمود الفقري. العمود الفقري. برافو. يبقى عمود بتمشي الفقري. بالعمود الايه؟ بالعمود الفقري جوه تمام يا مس. ولاد؟ تمام. طيب فايدة الحبل الشوكي ايه؟ بيحمل الرسائل من المخ إلى أجزاء الجسم. مش احنا قلنا المخ بيفسر المعلومة؟ اه. فبيبعت المعلومة بعد ما يفسرها لباقي أجزاء الجسم. مين بقى اللي بيوصل المعلومة بعد ما اتفسرت من المخ لباقي أجزاء الجسم؟ هو مين؟ هو الحبل الشوكي. المخ. يا ولاد ركزوا. المخ. حبل الشوكي. ركزوا معايا. المخ بيترجم حبل المعلومة، تمام؟ صح كده؟ المخ بيترجم المعلومة بيفهمها للجسم، وبعد ما ترجم المعلومة بيبعتها لباقي الجسم. بعد ما ترجمها، بعد ما شرح المعلومة بيبعتها لباقي الجسم. مين اللي هياخدها بقى من المخ يوديها لباقي الجسم؟ هو مين؟ الحبل الشوكي. الحبل الشوكي. تمام كده. يبقى فايدة الحبل الشوكي يا سجا بيحمل الرسائل من المخ إلى أجزاء الجسم والعكس. يعني ياخد من المخ يودي لباقي الجسم، وياخد من باقي الجسم برضو يودي للمخ. تمام يا ولاد؟ طيب يا مس. يلا نكمل. تمام. طيب بعد الحبل تمام. الشوكي عندنا تمام. الأعصاب. في الأعصاب. إيه الأعصاب دي؟
بيقول لي هي تفرغات صغيرة من الحبل الشوكي، حاجات صغيرة كده يا ولاد طالعة من الحبل الشوكي. الحاجات الصغيرة اللي طالعة من الحبل الشوكي دي اسمها أعصاب. اسمها إيه؟ أعصاب. أعصاب. مالها أعصاب الأعصاب دي يا مريم؟ أعصاب. بيقول لي تتفرع إلى فروع أصغر، يعني هي أصلا صغيرة أهي، طالعة صغيرة وبتتفرع لحاجات أصغر منها يا مريم، بيخرج منها حاجات أصغر منها، وتتوزع على جميع أجزاء الجسم. دي موجودة في كل أجزاء الجسم، مش في الإيد بس، في الرجل بس، لأ، دي موجودة في كل أجزاء الجسم يا مريم. تمام يا ولاد؟ تمام. طيب وظيفتها إيه؟ ايه وظيفة الأعصاب دي؟ أول حاجة يا مصطفى بتربط أعضاء الحس بالمخ. يبقى أول حاجة بتربط ايه؟ تربط أعضاء أعصاب الحس بالمخ. بتربط المخ. أعضاء الحس اللي هو مين بقى؟ كل الأعضاء اللي في جسمنا اللي بنحس بيها، زي مثلا بنشم بيها، بنلمس بيها كده، بتربطها بالمخ. طيب بتعمل ايه تاني يا ولاد؟ بتعمل ايه تاني يا مصطفى انت وأحمد؟ بتحمل الرسائل من المخ والحبل الشوكي إلى أجزاء الجسم. مش احنا قلنا الحبل الشوكي بيجيب الرسائل من المخ فوق وبيوزع؟ برضو الأعصاب دي بتطلع تجيب الرسائل اللي جوه المخ واللي جوه الحبل الشوكي وتوزعها. تمام يا ولاد؟ في أي حاجة صعبة في تمام. الجزئية دي نعيدها؟ لا لا في حد مش فاهم حاجة في الجزئية دي؟ لا. تمام، احنا كده نبقى خلصنا الحصة بتاعتنا، عشان ما أخركمش لو عندكم حصص تانية. الواجب بقى ايه؟ اختبر نفسك، ده هنحله مع بعض المرة الجاية. تمام؟ اختبر نفسك اللي هو في تمام. صفحة 60، هنحله مع بعض المرة الجاية. وتحلولي بقى ثانية واحدة، احنا فين؟ ثانية واحدة. وهتحلولي صفحة كام؟ صفحة 57. لو مش حلنا حلوها عشان هنحلها مع بعض المرة الجاية. تمام؟ واللي يا معاه مس. كتاب يا الأضواء مس. يحل. نعم. أنا معايا أضواء. ما انا لسه هقول لك اهو، اللي معاه كتاب الاضواء يحل الاسئله برضو اللي على الدرس ده. شوف الجزئيه دي في كتاب الاضواء اللي ماشي، أنا هي معايا قطر النهاردة. اي، او حتى تمام. قطر الندى. شوفوا احنا وقفنا لحد الجزئيه دي، لحد الاحساس في الحيوان. هتجيبوا الجدول ده من الكتاب اللي معاكم. تمام؟ وصلنا لحد ايه؟ لما نلمس مكعب تلج. انا اقصد يعني الواجب، لما نيجي نلمس مكعب التلج هاتوا الجزئيه دي عندكم في الكتاب وحلوا الاسئله اللي عليها برضو وصوروها وابعتوها لي. تمام يا ولاد؟ ماشي. حد تمام. محتاج مني اي حاجة قبل ما اقفل؟ شكرا. اشوفكم الحصة لا الجاية شكرا. على خير ان شاء الله. باي باي يا حبايبي. معلش. سلام يا حبايبي. باي.